هات اللفت وخليه، وفي يومين بالظبط هخليكي تاكليه. من اسهل الطرق اللي ممكن تعملوها لللفت بتاعنا. عايزه اقول لكم ده طبعا انسب وقت لتخليله، من احلى الطرق واسهل الطرق اللي ممكن تجربوها. يلا كده نسمي الله. جبت كده 6 كيلو من اللفت. بشيل الحته البيضه كده اللي على الوش زي ما انتوا شايفينها كده، وبغسله كويس جدا، وبقطعه التقطيعه طبعا اللي انتوا تفضلوها. انا مقطعاه مكعبات صغيره زي ما جت معايا كده، تقطيعه كده قطع صغيره، بتبقى بالنسبه لي سهله. تمام. بنزل كده بمعلقه كبيره من الملح وبرشها عليها كويس. تمام. لمده ساعتين ثلاثه بقلبهم في الملح كويس، ولمده ساعتين ثلاثه هتلاقيه جايب الميه بتاعته كده. طبعا دي انا برميها. تمام. عقبال ما احضر المحلول بتاعها. انا جبت هنا حوالي لتر ونص من الميه الدافيه. لتر ونص من الميه الدافيه. بنزل عليها بنجرايه كده حلوه كده وسط. تمام. بقطعها كده صغيره كده زي ما انتوا شايفين. بكون محضره بقى الحاجات اللي هنزل بيها. معلقه كبيره من الشطه الحمراء، ما تقلقوش مش هتخليها مشطشط ولا حاجه. ربع كوبايه صغيره من الخل. معلقه كبيره من السكر. معلقه ونص من الملح. تمام. بكون محضرة ليمونة ونص. انا طبعا كان عندي ليمون القضاليا منتشر جدا اليومين دول في السوق. جبت ليمونة ونص بالظبط وحطيتهم عليها. طبعا قلت لكم ربع كوباية من الخل. بنزل بمعلقة كبيرة من البابريكا. بقلب المكونات الحلوة دي كده كلها مع بعض. تمام. طبعا عندكم بقى برطمانات اللي متوفر عندكم بتعملوا في الليفت. تمام. من اسهل الطرق اللي ممكن تجربوها للليفت. مفيش يومين بالظبط وهيطلع معاكم تحفه. طبعا كنت عامله ضعف الكميه دي. انا جايبه الجردل ده مخصصاه للليفت. تمام. طبعا انا كنت عامله ضعف الكميه دي يومين بالظبط. تمام. هوريكم دلوقتي شكله بعد يومين. بصوا المنظر. العيدان دي عايزه اقول لكم يبقى طعمها تحفه مع اللفت. مش عايزين تحطوها بلاش. بصوا الميه بتاعته. طبعا انا ضعفت نص ضعف الكميه اللي انا قلتها لكم. يعني بالظبط دول 12 كيلو. ضعفت الكمية اللي انا قلتها لكم في اول الفيديو. دي كانوا 6 كيلو. المقادير اللي قلتها لكم دي بتاعت 6 كيلو. هتضاعفوا الكمية تعملوا زي ما انا عملت يومين بالظبط. بص المية بتاعته. بصوا شكل اللفت عامل ازاي. عايز اقول لكم والله انا مش ببالغ. مفيش اسهل من كده وطعمه حكاية. طبعا عاملين حاجة بايديكم. طبعا ربنا يحسن ما بين ايديكم. مفيش اسهل ولا احلى من كده. اتمنى بقى لو الوصفة عجبتكم تدعموني بكومنت كده حلو منكم، ولايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير. سلام.